عمرك كان عندك فكرة حلوة جدا ومتحمس ليها وفات على الموقف ودخلت الاجتماع تعرضها بس محدش اقتنع بيها؟ لأن الإقناع مش إنك تتكلم كتير عن الفكرة أو تشرحها أكتر. سر الإقناع إنك تفهم لغة اللي قدامك اللي هياخد القرار بيفكر إزاي، وكل ما تقرب الفكرة بتاعتك من احتياجاته انت كده بتحدث إن القرار يبقى عنده وكأن الفكرة طالعة منه. تكنيك بسيط قوي ممكن تستخدمه وهو mirror and match، يعني اللي قدامك قاعد قاعدة معينة حاول تقلد القعدة. اللي قدامك بيتكلم بنبرة كلام معينة، يعني صوته عالي أو هادي أو متوسط، حاول تماتش النبرة معاه. اللي قدامك بيستخدم كلام زي أنا حاسس، أنا فاهم، أنا شايف، استخدم نفس الكلام طبعا من غير ما تبقى فيك، لأن لو حس إن أنت فيك هو الثقة راحت. التكنيك ده بيخلي اللي قدامك يحس ان انت زيه، نفس دماغه، فاهمه، بتتكلموا بلغه واحده، وده بيخليه يميل ان هو يقتنع بكلامك اكتر. جرب كده التكنيك البسيط ده وحاول تدرب نفسك على الاقناع عن طريق فهم لغه اللي قدامك، وشوف الفرق هيبقى عامل ازاي في تاثير كلامك.